طبعا احنا خدنا بالنا ان الجرافيكس حاجه فخمه جدا، تقريبا معموله في سايبر عم محمد هنا اللي جنبينا. وهنكمل الفيديو كليب. اخراج المبدع هيثم عبد الله، انا الحقيقه ما اعرفوش بس اكيد في ناس تعرفه يعني. تشكيلات فنيه طبعا وبنعمل كده عشان نلفت نظر المشاهد. ووادي زهمه احنا شايفين الجرافيكس العظيم. الله. واحد لابس نظارة شمس في البيت، يعني انت ما تفهمش ليه، يعني ايه ما تفهمش، ما فيش حل غير ان ايه، ان هو يا اما اعمى يا اما يعني المخرج عايز كده لبعد فني. طبعا احنا بدماغنا العادية مش هنعرف نوصل له. ادي البعد الفني يا جماعة وصلنا له الحمد لله. هو ملبسه نظارة شمس عشان ينزلها ويروح عامل لها كده. انت هو كده جان، دي نقطة الجان اللي عايز يبينها لك يعني. هنبتدي. لا اله الا الله. لا اله، بص كل اللي فات كان ممكن يعدي تمام وعادي، لكن انت اول ما هي بدأت تغني وانت سمعت الصوت تحس ان في كده تلج نزل على دماغك، اللي هو ايه ده. لا لا لا، انا مخي اتشل، لا اللي انا سمعته ده مش حقيقي. فاهم؟ هنكمل بس هنركز في المعاني والكلمات. والعمر حيتغير أبدا. هو انا اعرف في الحقيقه ان الغنى فيه طبقتين، يعني طبقه قرار وطبقه ايه جواب. ده اللي انا اعرفه. دي طبقه ثالثه، دي طبقه صهيل، دي بتاعت الحصينه اللي هي كلامه هايس. فاهم؟ ده صهيل، ده صهيل الحصان. وبعدين من الواضح هنا يعني لو ركزنا هنلاقي ان الفنانه كسرة تقريبا ال 76 من ال 77 سنه. فانا مش عارف ليه، يعني ليه نعمل فيديو كليب لما ممكن نقعد في دار مسنين نحترم نفسينا وسننا والحاجات الجميلة دي يعني. طبعا يعني هنا الراجل، طبعا الراجل تقريبا يعني عبيط، او هو تقريبا عشان يعني البطلة اللي معاه اول ما شافها اتجنن او في حاجة. بص يعني بيعمل ايه، راجل مسن طلعه عبيط يعني. ودي رقصة تورنيدو. تشكيلات فنية عظيمة. بص يعني الراجل اتهبل. الراجل يعني كل ما يبص في وشها ويسمع الصوت بيتعب، مش مترجم ان ده راكب على ده يعني. بص يا عيني الراجل عامل ازاي. هي هنا اديت لك المعلومة ان عقله لسه صغير، مع ان المعلومة دي انت كنت ممكن تجيبها من الاول. الراجل عمال يعمل لك كده يعني، باين يعني المخرج يعني ناقص يطلعه ببرونة عشان يبين لك ان الراجل يا عيني ايه عقله صغير بيعايروه. بص التشكيلات الفنية بقى هنا. الله. دي رقصة الفتلة يا جماعة، دي رقصة. بص الرقصة دي. لا نرجعها تاني معلش. بص اهي دي رقصة الفتلة اللي هي كده دي، عارف دي بتاعت الكوافيرات دي، تلاقيهم بيرقصوا كده على طول في الكوافير. فاهم؟ هي دي تشكيلات فنية عظيمة جدا. وهنا بص بقى الحتة اللي جاية دي. بص أول مرة أشوف في العالم أول مرة أشوف واحد بيرقص سلو مع واحدة ماسكها من كتفها. يعني ده ايه ده حاجة جديدة دي ولا ايه دي يا جماعة؟ وهي هنا زعلانة. وبص يعني هو يستنسخ نفسه. بص الاستنساخ، عملية الاستنساخ، استنسخ نفسه لأن الكترة تغلب الشجاعة. وهنا هي برضو استنسخت نفسها. ليه؟ عشان يعرفوا يواجهوا بعض بقى. دي اللي هنعرفه في الحلقة الأخيرة في إيه؟ في مازنشر إن شاء الله. أوبا أوبا. وهنا بتبين لك إن مش بكبر السن يعني الموضوع عمره ما كان بكبر السن. يعني هي الست كبيرة ولكن ليونة في المفاصل موجودة. هنختم هنا يا جماعة لأن أنا جات لي قرحة في المعدة ولازم أروح أتعالج بصراحة وأكل لي أي حاجة عشان يعني